خليت حلقي بحلقها هيك وخليت هوا يعني مخيلت انه يجيها تتنفس هيك فراحت الحمد لله. يمه عند عتاب وياك وعليك. عفت ذكرى بطولي شبعتني ذكي. الله يمه امش كثر تنجرح من يمها ضيم اللي جرى وخيط التعب يا زمن من شفها خايف جرى. الله عليك. حمل التعب يا تعب مثل ابد ما اجرى دخت بسؤال احترت يمهن وجد حله وما دام امنا شمس ليل الحبل حله بضحكتها طعم الفرح من الشكر حله طيبتها مثل النجم غار القمر من جرى. ايش نسمع عن اليوم بدايه البارت هذا؟ والله اسمعك كوني هاني فاقد الام. انا اسف والله يرحمها. الله يرحمه. طبعا هذا الجرح اللي مستحيل يطيب. اكيد الام خيمه. فاقول الما حسبت لهن قبل اذن حيل. شلون احمد الما حسبت لهن قبل؟ الما حسبت لهن قبل اذن حيل. الذكرى والفرقه اشو كلهن قهر. والسنين تفوت يمه وانت ليش ما اجيت وذبل عيوني السهر. يمه صار سنين وانا بقهر ذاك. يمه وعيوني عليك تصب نهر. يمه وتراب اريد ارجع شباب. يمه عين استاحشت حتى الصور. الله. بيدي نزلتك واقول ان كذبه هاي. ام خطاره واظن باكر تجي. الله. عيوني تسكت لكن قليب اللي يصيح محضر الملقات. يمه ايش قد حكي. الله. يمه عند عتاب وياك وعليك. عفت ذكرى بطولي شبعتني ذكي. الله يمه عند عتاب يمه عند عتاب وياك وعليك. الله عليك. عفت ذكرى بطولي شبعتني بكي. يمه قلتي لي سند وانا بقفاك بالحرب عفتيني كا وين امتكي. الله. يمه قلتي لي سند وانا بقفاك بالحرب عفتيني كا وين امتكي. الدنيا غابه يمه يم صوت الحنين. وين صوتك يمه الاحساس الشجي. وكبير الموت كبير الموت يم ذكرات يماه كواحد ما مش من اخوان. يمه الله. يماه يا نور عيوني انت وحيلي. يمه رحلت انت وظلام الحاطبي. الله يرحمها. سلام. ونسأل الله انه بهذا الشهر الفضيل انه يرحمها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه يا رب. امين. صراحه ما اعرف بعد شيء احكي. يعني من فاقد امي يعني شيء فظيع. الله يرحمه بهذا اليوم بهذا الشهر. صراحة اليوم يعني شيء عظيم وخصوصا اللي يحس فراقه بهذا الشهر يعني جدا جدا. انا اقول يعني هنيال اللي امه موجوده يعني فعلا مقابله فعلا. والله هنيال انا من هم خسرتها الوالده الله يرحمها. الله يرحمها ان شاء الله برحمة الله. 2011 واخر ساعات يعني من ودعت خليت حلقي بحلقها هيك وخليت هوا يعني مخيلت انه يجيها تتنفس هيك فراحت الحمد لله والشكر. الله يرحمه برحمته. احنا نتمنى لهم ان شاء الله الرحمه والله يحفظ كل امهاتنا اللي بقين اكيد. ونتمنى من الشباب انه اهتمام بوالدته اليوم من يرجع للبيت. اكو بعض الشباب اليوم يقعد من النوم هو اصلا رمضان شلون مقاضي ينام الصبح يقعد ويا وقت الفطور. ليش مسوي هذا الفطور وليش ما يدري امه جد واقفه على الطباخ وبالمطبخ وصايمه وتعبانه حتى بس تحضر للفطور. فاليوم الوالده اليوم حلو من نسمعها كلمه جميله وحلو انه من اليوم مش ما رضت عليك رب العالمين راح يرضى عليك. اكيد ورمضان يحلى اكيد بتواجد سنتين اكيد والك حتى شوي نطلع. اكو مطرب من اجينا بالطريق خابرته انت مر بيه موقف مغني وعتوه سوالف. تحياتنا له. عماد المختار استاذ عماد طبعا من الناس اللي احبهم والمؤدبين استاذ عماد. فيعني احب شغله من اتصل بي مرات بالواتساب نحب نحكي هيك. فقبل السلام عليكم يقول اذان والقادم. كلش احبه. تحياتي عماد الاستاذ عماد المختار من الاسماء المهمه. التشوبي التراث الاصل من نحكي على التشوبي نجيب طالب الفراجي عماد المختار. الاستاذ مصطفى حق لهم خاصه. طبعا عندنا حلقه احنا ما راح اكيد راح تشاهدوها البيت هربود يعني من الاسماء المهمه. احنا نعتبرهم هم تراث للتشوبي. ال هربود يعني المهمين اكيد. فاليوم تحياتنا للاستاذ اياد. اكيد تحياتنا لهم جميعا. وما ننسى صاحب هذا المكان بيت العربي. طبعا مكان كلش عجبنا بالمدائن يصير اكيد اسمه مطعم بيت العربي. يعني مكان انا اعتبره تراثي وشيء مميز شغلاتهم حلوه شكو اكيد
اكيد احنا بعدنا ما فطرنا يوم، نجرب فطورهم فد يوم. اوكي خسرهم فطور، يلا اي نخسرهم. لازم نخسرهم. فهاي رساله لصاحب المطعم انه نطلب لك فطور بيت العربي، بس امشي مو سمك. اذا انت تحب سمك لا أنا أنا ما أكل بالنسبه سمك. لي سمك، يعني انا بالنسبه لي سمك. شنو رايك استاذ؟ انا وياك. يعني ضدي اثنين على واحد. من يصيرون بس ضدي أنت مو راح شغلتنا. من يصيرون ضدي راح اعطيكم سؤال قوي. سمك إيه. انا تتراجع؟ انا وابو شهاب، وانت لك ربع دجاجه. هسه احنا شو نريد من عندكم؟ اريد من عندك كلام توجهه الكل، كونك الله يرحم والدتك الله يرحمه. ولكن كونك فاقدها، ولكن اكو بعض الشباب انه والدته ما زال على قيد الحياه، ايش توجه لهاي الشباب رساله خصوصا بشهر رمضان شلون يتعاملوا ويا والدته؟ والله مصطفى كاميرا الك. هي ما يحتاج لها انه انا انصح واحد. هو رب العالمين سبحانه وتعالى من تموت الام والاب يقول البن ادم، يقول له اللي كنا نكرمك الخاطرهم راحوا، هسه انت اسعى سوي روحك. فهذه رساله واضحه وما ما تقبل اي نقاش. امك ابوك يعني باوع بعين كل من فاقد امه وابوه، انت راح تحس النعمه البيت اكيد. بس غير هذا والله ما اقدر اقول أنا. اخر رساله توجهها لكل يتابعنا. تحياتنا لمتابعينك طبعا، وتحياتنا للاستاذ احمد صبري وكل متابعينا. والله يعني تحياتي لكل الشعب العراقي، ورمضان كريم عليهم وعلى كل عائله عراقيه. شكرا لك تحياتي مصطفى. لك، وجدتوا ضيوف مميزين خفيفين الظل اكيد علي وعلى الناس اللي راح تتابعنا، وانت جدا مميز يا حمود واحمد الملا بعد. انا عاجبني انهي اللقاء اكيد بقصيده من عندك، ولكن قبل انه مشاهدينا الكرام انتظرونا وحلقه اكيد ثانيه ويا ضيوف اخرين، وبرنامجنا التعلوله نتمنى ان شاء الله ما تملون من عندنا، وبرنامجنا اكيد راح ينال اعجابكم، واترككم اكيد ويا الحبيب احمد. اسمع من احمد الله يسلمك. يا ريت لو غزل شيء غزل يعني. هو الك الكاميرا غزل. ونهينا اللحن. المشكله انا ويا الغزل مو اصدقاء. اقرا لك اقول دنيا وش بيها عجايب. اخالفك مطرب زين. دنيا وش بيها عجايب، البعد شاب انقلب شايب، شايب حلو. وطحت ما صح لله، صح ليش مالك يا خايب. الله طحت ما صح لله. طحت ما صح لله، صح ليش مالك يا خايب. إيه. انا اعيش بدنيا بس بيها الطلايب، والناس موش الناس ما ظلت قرايب، وانا عد قصور الهم بالامس كانت خرايب. اللي يطر جروحي يلقى بروحي ماي، وفوق ما باوع بعيني خاف اخلص مستحاي، وصار قدامي هضيمه البارحه اللي يمشي وراي. إيه. صار قدامي هضيمه البارحه اللي يمشي وراي. إيه. افرش جروحه ويا نجمه، هذا جرحي ما الجمه، انا شايل طبع ابوي الدخيل بروحه ضمه. ناس شالت وناس باعت، وناس من نذكر حكيهم وصفه جوا القاع. سلامتك. الله يعزك. الله يسلمك.